عمرك فكرت ازاي فكرة صغيرة ممكن تتحول لمدينة كاملة على البحر وتجذب السياح من كل مكان في العالم؟ اهلا بيكم، انا عز الغريب ودي حكايات الغريب. باشمهندس سميح ساويرس، الراجل اللي كان شايف المستقبل من بعيد. اتولد سنة 57 في عيلة معروفة جدا، والده أنسي ساويرس اللي بدأ رحلة امبراطورية ساويرس. بس على عكس المتوقع ان باشمهندس سميح ما اكتفاش انه يمشي على خطى والده، قرر يمشي طريقه بنفسه. سافر ألمانيا ودرس ميكانيكا، وهناك بدأ يفكر ليه مصر ما يبقاش عندها منتجعات سياحية عالمية زي اللي بنشوفها بره. ومن هنا بدأت الحكاية. في أواخر الثمانينات رجع مصر فكرة شبه مستحيلة، يبني مدينة كاملة من الصفر في مكان اسمه الجونة على البحر الأحمر. ساعتها الناس قالت ازاي؟ مين هيجي يسكن أو يقضي أجازة في صحراء فاضية؟ لكن المهندس سميح كان عنده رؤية. بدأ المشروع خطوة خطوة، فنادق صغيرة، خدمات أساسية وبنية تحتية. الجونة ما بقتش مجرد منتجع، بقت مدينة متكاملة فيها مدارس، جامعات، مستشفيات ومهرجانات فنية وسينمائية. النهارده الجونة اتعرفت إنها بقت واحدة من أهم المدن السياحية مش بس في مصر بل كمان في الوطن العربي. وده عقلية راجل واحد آمن إن السياحة صناعة مش مجرد فنادق، دي حياة متكاملة. قصة المهندس سميح ساويرس بتعلمنا إن الرؤية هي اللي بتخلق الواقع. اللي الناس بتشوفه مستحيل ممكن يبقى طبيعي بكرة لو لقيت حد مآمن بيه وبيشتغل عليه. شاركني في الكومنتس تعرف ايه عن المهندس سميح ساويرس، وما تنساش إن أهم حاجة توفيق ربنا.